المعمولة بالقرفة من الحلويات المصرية المحبوبة جدا للمصريين. والكعك بأنواعه المختلفة بيطلق عليه المعمول. المعمول بقى ليه تاريخ طويل في الشرق الأوسط والوطن العربي، وبيعود أصل المعمول إلى عصر الفراعنة القدماء، وكانوا بيصنعوه في الأعياد الدينية الخاصة بمعتقداتهم، وبيوزعوه في المعابد على الفقراء. ولسه لعند دلوقتي كل أنواع المعمول والكعك بتحمل رسومات أشعة الشمس، وبتقدم عند زيارة الموتى في القبور. وظهرت صناعة المعمول بشكل أكبر في عهد الدولة الفاطمية، وأنشأوا دار الفطرة المسؤولة عن صناعة الكعك والمعمول وتوزيعه. وبمرور الوقت والتطور بدأ يستخدم في صناعة المعمول التمر والمكسرات والجوز والبندق والقرفة وغيرها. والحلويات بشكل عام ملمح من ملامح الفرحة والبهجة والسعادة للأطفال وكمان الكبار، وده في الأعياد والمناسبات وفي كل وقت. يا ريت بقى تقولوا لنا بتحبوا إيه من أنواع الحلويات.